هقول لك على كارد عربيه باقل فايده في مصر، وعلى قسط لعدد سنين كبير، وسعر تنافسي للعربيه نفسها، ومن وجهه نظري هو بنك اسلامي. بس قبل ما ابدا واقول لك، انا محتاج اقول لك الاتي: الفيديو ده انا عامله ليك، واي حاجه في الكومنت هرد عليك فيها، مقابل انك لو سمحت لازم تعمل اشتراك عشان هتنورني، وعشان انا مش هكبر غير بيك. بالنسبه للبنك اللي انا بتكلم عليه، هو بنك ابو ظبي الاسلامي اديب. البنك ده انا كنت عنده اول امبارح، جبت نيسان صني ب 670 الف اوتوماتيك فئه اولى، كان عامل لي عرض، ولسه العرض ده موجود لحد النهارده، واعرف حد هناك ممكن ادي لك رقمه. العرض ده بيتلخص في 9.4 او 9.4% فايده، تقسيط على 3 سنين وفي لحد 5، وعامل عرض على سنه بدون فوائد. ده بجانب العرض بتاعهم الحصري على عربيات اوبل، هو عباره عن 5% فايده فقط. ليه بقى؟ عشان ابو ظبي الاسلامي عامل التعاقد ده مع معرض الغلبان، وهو ده المعرض اللي انا اعرف حد فيه، وممكن اسيب لك رقمه، ولو انت محتاجه ممكن اعمل لك ريفير ليه هناك. انا عايز اقول لك ان خطوات التعاقد بتتم كالاتي: بتروح تسيب صوره البطاقه بتاعتك وبيانات تواصل، بيجي لك تليفونين من البنك في نفس اليوم، وبتدفع 50% من ثمن العربيه للمعرض، وبقيت ثمن العربيه البنك بيوصلهم او بيعمل لهم ايداع للمعرض. العربيه بتبقى باسمك حيازه البنك وعليها حظر بيع لحد ما تسدد المديونيه المتبقيه عليك، زائد ان الكارد بتاع العربيه ده بيبقى كارد اسمه كارد مرابحه، عشان يخش فيه موضوع ان هو يبقى حلال 100% او ما يبقاش فيه شك، او ان هو يبقى تبع بنك اسلامي زي ابو ظبي الاسلامي اللي الشعراوي كان اتكلم عليه، الله يرحمه الشيخ. وعليها انت هتستلم عربيه في خلال 4 ايام عمل، وهتاخد ورقك في خلال يومين، مقابل 50% والقسط على 3 سنين ب 9.4% فايده، وهو عقد مرابحه ما بينك وما بين بنك ابو ظبي الاسلامي. لو عايز حاجه تسال عنها سيب لي كومنت في الفيديو ده، محتاج منك الشير الجميل، وما تنساش الاشتراك بتاعك عشان انا مش هكبر غير بيك.